حابة تقولي اسمك؟ حور. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ اه تمام ماشي. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه؟ انا خطبت ابن عمي اه. 7 شهور. امم. عرفت ان هو على علاقة جنسية مش صداقة وكده، امم. مع واحدة صاحبتي، هي يعتبر الانتيمة وكده. امم. فبعد كده اديته فرصة، قلت ممكن يسيبها او يبطل الحوارات بتاعته دي او الحاجات دي. هو ما بطلش، يعني لما قلت له يسيبها وكده قال لي مش هينفع اسيبها. قالك كده؟ اه يعني هو كان خطبك رسمي ولما رسمي في جبل وكده وكل حاجة. ولما واجهتيه بيقولك مش هينفع اسيبها؟ ما هو المشكلة ان هي كانت حامل. اوه، طب هو ليه خطبك طالما هو عاكك الدنيا كده؟ عشان بابا يعتبر أغنى واحد في عموم كلهم، فده يعتبر مع الورث. فاهمة؟ اه، يعني هو طمعان فيكم. طبعا أيوه. امم. بعد كده قلت له خلاص سيبني ومش عارف ايه، قال لي مش هينفع اسيبك غير اخد اللي انا عايزه. اه. فقلت له لا ومش عايزه اكمل ومش حباك ومش عارف ايه، ما قدرتش اقنعه يعني. وانت فعلا ما كنتش بتحبيه؟ ما كنتش عايزه اصلا. اه، امال مين اللي غصبك على الجوازه؟ امي. طب هي امك مش بتقول فاهمه ان هم طمعانين؟ امي فاهمه، لكن بتقول لي البنت مالهاش غير ابن عمها، ما ينفعش تطلعي بره العيله ومش عارف ايه. اه، حتى لو ابن عمها طماع مش مهم. مش مهم حريتك انت، المهم ان احنا رجعنا كده، انت لازم تكملي. وبعدين؟ بعد كده برضو جت اول يوم رمضان اللي فات، سبته رسمي. اه. كان في حد كلم بابا بيقول له الولد ده مش كويس ومخلي واحده تانية في علاقه وكده، فالحمد لله الموضوع تم يعني وسبته. تمام. تمام يا حور، خليكي اسرع عشان اسمعك. تمام ماشي. جيت من الشهر اللي فات بالظبط، كنت جايه من الدرس وكده. اني اول شهر؟ ما الشهر خرج، اللي فات؟ شهر اه. 10 لا 11 اول 11. اه. فابن عمي اللي انا كنت مخطوبه بيه ده جابني من النقاب بتاعي يعني في الشارع يا استاذه مروه، كسرت مصايب. شدك من ضرب. النقاب في الشارع؟ ايوه انا جيت على وشي اصلا، وقعك على الارض؟ على الارض، والكاميرات جايبه كل حاجه حصلت. ومعاكي الفيديو ده؟ معايا الفيديو، ممكن ابعته لك على الواتساب. طبعا ابعتولي فورا. يعني هو اتعرض لك في الشارع ولا راى بقى عمك ولا راى اي كلام؟ ولا اي حاجه. انا كنت جايه انا واحده صاحبتي من نفس القريه بتاعتنا، هي قالت لاخواتي في البيت وكده، امي ما كانتش موجوده في البيت وبابا مسافر. المهم ضربني، فضل يضرب فيا في باخواتي الشارع؟ البنات في الشارع قدام اه. الناس كلها، ما حدش عارف يتدخل، خايفين الناس تتدخل. والغل ده كله عشان رفضتيه؟ عشان لما سبته وكده كل حاجه اتقطعت، الفلوس اللي كان ياخدها بطلناها، ده طبعا. اه. الحاجات اللي كانت تجيله فده غل منه. اه. جت اختي الكبيره يا استاذه مروه، آه جاهزه للصدمه الكبيره اكبر بقى من كده. ضربها يعني الضرب بتاعه اثر على العذريه بتاعتهم. اختك الكبيره؟ يعني هو كمان اتعرض لاختك الكبيره؟ ما هم جوه عشان ياخدوني انا من عنده، وهم تعرضوا الاثنين، واحده اكبر مني واحده اصغر. انت مالكيش اخ ولد؟ لا صغيرين في حضانه وكده صغيرين. اه. فجم اخواتك عشان ياخدوكي ينجدوكي من ايديه، راح ضربهم هو كمان؟ اما هو غير كده شيء، جايب صحابه معاهم يعني هم قله. هو ده كله في الشارع ولا هو شدك وسحلك للبيت؟ في الشارع في رسمي الشارع. على كده، على كوبري يعتبر. امم. انا عيني الشمال ضاعت بالضرب، ورجلي الشمال اتكسرت، وانا لحد دلوقتي مرتبه جبت اصلا. وابوكي عرف اللي حصل ده؟ ما دي المشكله في الموضوع كله، بابا جاب من الكويت وما عملش اي حاجه. لا، واحده واحده بس. ابوكي عرف وشاف الفيديو لما سحلك وبهدلك كل انت حاجه، واخواتك؟ كل حاجه. عمل ايه بقى؟ ولا اي حاجه. يعني ايه ولا اي حاجه؟ بابا كان في الكويت، رنينا عليه ورينا له الفيديو كده، جه تاني يوم بالظبط. اه. تمام. المشكله في زمانه لما يجي يعمل مشكله معاهم، وازاي تعملوا كده؟ لا، هو جه واتغدى معاهم، جه واتغدى معاهم؟ قعد معاهم، ولكن احنا كنا فاكرين انه هياخد لنا حقنا. اه. هو جه وقعد معاهم، رفعنا قضيه انا واخواتي البنات، بابا وقف القضيه. وقف؟ يعني انتوا رحتوا عملتوا محضر بالضرب وعملتوا تقارير طبيه؟
عروق جنبيه والكسر، واختي اللي اصغر مني اللي هي في ثالثه اعدادي حاليا قاعده على كرسي بعجل، الفقرات بتاعت ظهرها اتكسرت. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني واحدة قاعدة على كرسي بعجل، واحدة الضرب عمل لها مشكلة عند في العذرية، وانتي وانا ضاعت مش واقع عينك. شمال. ما هموش ده كله، اقول له ليه تعمل كده؟ يقول لي ما ينفعش ولاد اخويا يتحبسوا. اللي هو ازاي؟ انا عايزه افهم ازاي. ووالدتك دورها ايه؟ سكتت؟ والدتي ما مش بايدها حاجه، لو عملت حاجه هتطلق، يعني ما فيش حاجه بايدها. ما تتطلق. يا نهار لما اسود، ما تتطلق. ما يفرقش، المهم ان احنا هنرضى عليكي عشان انا حقي بيضيع، عايزه حقي. انت عملتي قضية؟ مش عارفه نعم. انت عملتي قضية وابوكي غصبك تتنازلي عنها؟ اه. لا حول ولا قوة الا بالله. انت عارفه يا استاذ مروه عشان تنزل القضيه ايه اللي حصل لي تاني من بابا؟ امم. المضرب بتاع البيت ضربني بالسلك بتاعه. وكل ده ليه؟ انا مش فاهمة. علشان البنت ما ينفعش ليك ويكون لها سمعه انتوا تكون انتوا فيه. منين؟ انتوا منين يا حبيبتي؟ سوهاج. من سوهاج، محافظة اه. سوهاج. اه. وشايفين ان هم ما ينفعش تتكلمي ولا تروحي محاكم ولا تروحي اقسام، ولا ايوه ولا كملت. ولا المجرم يتعاقب، انت اللي تتعاقبي. انا بتعاقب، انا ضربت بسلك يا استاذه مروه، سلك المضرب بتاع البيت ده ضرب. ممكن اسوي لك العلامات اللي في بسبب الضرب. لا حول ولا قوة الا بالله. والموضوع عدى ودخل بيتهم وكل معاهم كمان؟ عدى يا استاذه مروه، هو حاليا قاعدين في المنظار مع بعض. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ فين نخوة الصعايدة؟ فين مفيش. فين الدم الحامي؟ فين ان ازاي تتعرض لبنتي في الشارع، بناتي؟ فين؟ المشكله اني انا دلوقتي مخطوبه تمام. اه. خطيبي يعني هو عارف كل حاجه ومش راضي يسيبني، يعني انا قلت له سيبني عشان ظلمت معي، هو مش راضي. امم. بيقول اللي عمله ابن عمك من دمك ولحمك انا مش هعمله معاك. وعارف مشكلتك مع ابن عمك وكل اللي حصل؟ عارف كل حاجه رسمي، يعني هو من بلدنا اصلا فعارف كل حاجه، واخوه كان حاضر المشكله. امم. انا ردنا عليك يا استاذه مروه لاني متابعاكي من سنين وعارفه كل حاجه انت وعارفه عندك كلام. استعداد تجددي القضية؟ انا هقف معاكي بالفيديو يا ريت. ونجدد القضية تاني لو انت عندك استعداد. بس الموضوع ده ما هم لما يعرفوه مش هيسيبوكي مش هيسكتوا. ما دي المشكله، انا خايفه من كده، انا كذا حد يقف معايا من صحابي وكده واخوات صحابي الشباب. انا خايفه من اهلي ممكن يقتلوني فيها لو عملت حد من وراهم تاني. انا مش قادرة افهم اهلك ازاي بالفكر ده. ازاي هان عليه؟ وبنته اللي بقت على كرسي بعجل ده نظامها ايه ومصيرها ايه؟ ازاي هونتي دي على ابوه؟ اصلا ازاي هونتوا اوضتها عليه؟ من شهر، في اوضتها من شهر ما بتدخلش غير. هي انا بسيبها القصة تكون دي في بقى لها قد الأوضة. ايه؟ حصلت يوم 5/11 بالظبط. 5/11. وجنب. اه. ومين اللي خدكوا تعملوا المحضر؟ ابن عمتي. وعملتوا المحاضر وابوكي اجبرك تتنازلي؟ وهو انا اتضربت عشان اتنازل، انا مضطره اني اتنازل عشان اتضربت، مش ما عنديش حاجه تانية اختارها، كله اه. خسرته. يعني ضربك كمان عشان تتنازلي؟ ايوه انا رفضت وخطيبي رفض، قال لي لو ما عملتش كده هيكون مت تمنك عنده رصاصه. وهو ابوكي قاسي كده طول عمره؟ يا استاذه مروه هو بابا يعني مثلا من النوع اللي بيسمع لناس تانية. ومهما يعني كان هو بيسمع ما شافش مناظركم؟ وهو انت بتقولي جه تاني يوم على طول، يعني تاني شافكم وانتم يوم متبهدلين ومضروبين ولسه في علامات في جسمكم؟ ده كله احنا كنا جايين في ما المركز، هو هزوش؟ جانا على المركز، ما كناش في البيت لما جه، هو طيب جانا على المركز. ما تأثرش بمنظركم؟ ما تأثرش لا بالبنتين لا التانيين؟ لا خالص، انا ما هو يعني انا بقعد معاه في البيت مش حابه اتكلم معاه، انا اخترت عين الشمال. عمي بمعنى اصح انا عين الشمال مش بشوف بيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما اقدرش اتكلم معاه اقول ازاي تعمل كده عشان ما يضربش، بخاف من الضرب. لا انا حول ولا بصحى قوة إلا بالله. بخاف انام. زعلتيني قوي قوي قوي. هو ده الأب السند؟ هو ده الأب اللي المفروض ده يبقى الظهر؟ المفروض. هو ده اللي المفروض ياخد حقكم ويجبر خاطركم وينصركم؟ هو اللي جه وقعد ياكل معاهم في المنظرة؟ ايه اللي جرى؟ ملوش حد كبير يتدخل؟ يعني مين اللي يجيب لكم حقكم؟ الولد اللي غلط ده ما حدش خلاص كده؟ ما حدش خد معاه حق ولا باطل؟ خالص بقول لك، جو اكل معاهم، جو اكل، ما فيش خالص احساس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايزة أساعدك بأي طريقة، قولي لي أنا معاكي. ابعتي لي الفيديو، قولي لي أنا هسأل محامي لو ينفع إن الموضوع يتعمل في سرية نعمله. بس الولد ده لما يتحكم عليه هم هيعرفوا ما دي وساعتها. المشكله،
وساعتها برضو انت هتتأذي. انا عايزه اعمل اي حاجه لانه انا بتعاير. انا عندي كانسر في المرض وبتعاير بالمرض. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. ربنا يشفيكي. انت عندك كانسر في ايه وعرفتي من امتى؟ ثالثه ثانوي. ايه؟ ثالثه ثانوي. انت في سنة كام دلوقتي؟ ثالثه ثانوي، عندي 18 سنه. يوم 1/1 اللي جاي هكمل 19. حلو. عرفتي ازاي ان عندك كانسر؟ انا كنت في الدرس وكده، مم. تعبت هناك. المدرس بتاعي انه عرفني وكده، فوداني المستشفى وتحاليل، وقعدت 3 ايام في المستشفى. وعندك عملنا كانسر في اشعه ايه؟ في الصدر. في الثدي. وبتتعالجي؟ مش راضيين. مش راضيين تتعالجي؟ مش راضيين. يعني انت ما كده كده بتاخديش هتموتني. ادوية؟ ما بتنزليش ولا المستشفى؟ كيماوي ولا. انت بتتكلمي جد ولا ده كلام هزار؟ انا مش قادرة استوعب ان ده جد. ما انت كده تستوعب. انا لسه مش مصدقه. بقول لهم هتقولي انا بنتك كده هتموتي بيه، يعني مش مهم تلبسي الدكتور وخلاص، مش مهم، عادي خليكي. وامك برضو ده رأيها عشان خايفة تتطلق؟ ايوه. يعني امك برضو ساكتة على مرضك؟ ما اخترتش انا، ما اخترتش جوزي عشان بناتي، عشان احنا مين ما بختاروش، هو مو ولا حاجه بالنسبه لها. طيب ابعتي لي الفيديو وخلينا نشوف يا حور احنا ممكن نساعدك ازاي. وربنا يتولاكي يا بنتي، ربنا يتولاكي برحمته الواسعة. مش عارفة، مش انا مش عارفة اتكلم حتى. الكلام واقف على لساني، حاسة ان انا عاجزة. الاب، مش الاب ده السند والظهر والداعم ولو حد جه على بناته بس بص لهم بصة ممكن ياكلوا؟ مش ده اللي احنا اتربينا عليه ولا ايه؟ طب ازاي مش قادرة استوعبها؟ ازاي عرفت ان ابن اخوك سحل بناتك وضربهم، وواحدة منهم على كرسي بعجل، وواحدة عميت، وواحدة اتضربت في مكان عذريتها؟ ازاي يعني جيبها ايه؟ فهمني، فهموني يا ناس، يمكن انا مش فاهمة. الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ من كتر ما هو ما يتصدقش مش قادرة اصدقه. والله حاسة ان عقلي مش قادر يستوعبه. بس هي بتقول معاها فيديو. هنشوف وربنا يتولانا برحمته يا رب. انا بسمع العجب، واكيد حضراتكم. ربنا يتولانا برحمته يا رب العالمين. ربنا يتولانا برحمته ويعافينا من اللي بقينا نسمعه يا رب العالمين. وانا متأكدة ان الصعايدة دول يعني دول النخوة كلها. الصعايدة دول رجالة بس. فازاي ده؟ ويعني ايه البنت ملهاش صوت وما تنطقش وما ينفعش تشتكي وما ينفعش حتى لما عيت عندها كانسر في الثدي لا مش هتتعالجي؟ هو في كده؟ في اب وام بالجبروت ده؟ والام خايفه تتطلق فساكته؟ مش قادره استوعب ولا اصدق. مش بكذبها طبعا، بس من كتر بشاعه اللي اتقال انا مش عارفه اصدق. هشوف، ولو هنشوف الفيديو وخلونا نرجع تاني ليكم. ولو الكلام حقيقي هحاول بأي طريقة ان انا اساعدها. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.